تعال نفترض انك سيلز في معرض عربيات ودخلك عميل ميزانيته 400,000 جنيه وانت عرضت عليه عربيه ب 500,000 جنيه بس من غير ما توضح له لا المميزات ولا اي حاجه موجوده في العربيه. تفتكر هيشتري منك؟ ده سؤال النهارده، فيلا بينا نجاوب. ما تجاوب. لو انت عرضت العربيه بكل مميزاتها والقيمه الحقيقيه ليها هتخلي العميل يفكر يشتريها ازاي حتى لو مش معاه ثمن العربيه كامل دلوقتي. ودي الغلطه اللي كتير مننا بيقع فيها في البدايه سواء فريلانسر او ايجنسي، وهو انه بيعرض للعميل السعر ده بدون ما يوضح له مبررات السعر ده ايه، وده اللي بيخلي العميل ما يكملش معاك البيعه. طب ايه الحاجات اللي انا اعملها كسيلز او فريلانسر او اي شغلانه تانية علشان ازود من المبيعات بتاعتي؟ تعال ناخدها خطوه خطوه. رقم واحد، البورتفوليو ونتائج شغلك قبل كده. لو انا مثلا شركه تسويق وفي شركه عقارات بتفتح جديد وعايزاني اشتغل معاهم، لو انا كنت شغال مع شركه عقارات في نفس محيط العميل الجديد وعامل معاهم نتائج كويسه، ده خلي الشركه الجديده تخليني اول اوبشن ليها بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لانك بالفعل اشتغلت على عميل شبهه قبل كده وعارف السوق وكمان محقق نتائج، فانت اوبشن كويس جدا بالنسبه لك. تاني حاجه، الفوائد مغريه اكتر من المميزات. يعني ما تقعدش تقول للعميل انا مميزاتي كذا وبعرف اعمل كذا، انت قول له انك مميز في الحته الفلانيه اللي هنستغلها علشان نطور المبيعات عندك. وقتها العميل هيتبسط ويشتري منك لان انت ترجمت الفوائد بتاعتك او المميزات بتاعتك في تحقيق المبيعات اللي هو عايزها. تالت حاجه، دايما وضح للعميل ايه الفرق اللي هيحصل له بعد ما يشتغل معاك، وده في جزء من النقطه اللي فاتت بس هنا على اوسع شويه. انت بتبدا تعمل له بلان بسيطه توضح له فيها ان في خلال 3 شهور مثلا او 6 شهور ايه النتائج اللي انت ممكن تكون هتحققها له. خليه يشوف دايما الرؤيه بتاعتك للمكان بتاعه علشان نفسيا قرار الشراء يبقى سهل بالنسبه له. واخر حاجه هنختم بيها هي انك تبيع في الاخر. يعني ايه؟ يعني اعرض كل خدماتك بمميزاتك بالفوائد بالخبرات بتاعتك وبعدها قول سعرك. نفذ الخطوات دي على مدار شهر في شغلك وقيس الفرق وتعالى قول لنا في الكومنتات النتائج بتاعتك وخلينا نستفيد من بعض. سلام.